الكلب مش بس أوفى صديق للإنسان، لكن بيمتلك أسرار بيولوجية وسلوكية محدش يتكلم عنها عادة. من أسراره البيولوجية إن الكلاب عندها 8 فصائل مختلفة من الدم، وده بيخلي نقل الدم بينهم معقد أكتر من البشر. كمان الكلاب بتتولد عمي وصم. الجراوي بتتولد من غير سمع أو بصر، وبعد كده بتبدأ تتطور بعد أسابيع لحد ما يشوفوا ويسمعوا. درجة حرارة جسمهم أعلى من البشر، وده اللي بيخليهم يحبوا المكان البارد. يعني بتوصل درجة حرارة الكلب من 38 إلى 39 درجة مئوية. ما عندهمش غدد عرقية في الجلد. العرق عند الكلاب بيعرقوا من الكفوف فقط، علشان كده اللهاز هو الوسيلة الوحيدة لتبريد الجسم. عندهم حاسة شم قوية جدا، تقدر تميز الروائح بدقة أكتر من البشر ب40 مرة. وبعضهم عنده قدرة على تشخيص الأمراض زي السرطان ومرض السكري، وده من خلال الريحة فقط. بيفهموا أكتر من 150 كلمة، وبيقدروا اللعب زي الأكل بالظبط، وبيحسوا بمشاعرنا من خلال قراءة تعابير الوش ونبرة الصوت. فهم الأسرار دي بيساعدنا في تدريبهم بشكل أفضل والاستفادة من قدرتهم الطبية والاجتماعية.